انا مرض السكر. بتدلع نفسك بالحلويات والمشروبات. تعال معايا اوريك انا بضر جسمك ازاي، وهعرفك ازاي تظبط نسبة السكر في دمك. البنكرياس ما بيسكتش، بيفضل يفرز انسولين اكتر عشان يعوض. بخليه يشتغل فوق طاقته، بجلده لحد ما خلايا بيتا اللي فيه تتحرق وتفصل شحن. انا واقف على باب كل خلية ببدل كوالين مقاومة الانسولين. الانسولين بيخبط والباب ما بيفتحش، فيفضل السكر محبوس في الدم وانا اكبر واسيطر اكتر. ايدي بتلعب في شبكية عينك، ببوظ الاوعية الدموية الدقيقة اللي بتغذي عينك، برش عليها سكر تقيل لحد ما اعتم الرؤية واخليك تشوف طشاش. دمي بقى تقيل ومسكر. الكلى بتعرق عشان تفلتر البلاوي دي، فبتسحب ميه جسمك كلها وتطردها في الحمام. انا بخليك تدخل الحمام كتير وبخلي ريقك ناشف. السكر العالي بتاعي بياكل في الغلاف اللي بيحمي اعصابك الطرفيه، وانا واقف مكاني بقطع كابلات الكهرباء اللي واصله لاطرافك عشان اخليك تفقد الاحساس بيها خالص. لو انت اتعورت انا بمنع كرات الدم البيضاء انها توصل تنظف المكان، وفي نفس الوقت بغذي البكتيريا بالسكر بتاعي عشان تكبر وتعمل لك التهاب. السكر كله محبوس في الدم معايا، والخلايا بتاعتك بتصوت من الجوع لان مفيش طاقه بتخشها. انا بملى بطنك بس بجوع عضلاتك عشان تفضل هبطان. انا ما بخافش من المسكنات. عايز تعرف ازاي تنظم نسبة السكر في دمك وتطردني بره عروقك؟ الخلاصة سايبها لك في اللينك اللي في اول تعليق. انا السم المسكر، اما تتحكم فيا وتكسرني، يا اما هخلي دمك تقيل على قلبك. حافظ على صحتك وشير الفيديو وانقذ غيرك.